حلقتنا اليوم هذه توقعات تراجع أسعار السيارات. قال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي إن أسعار السيارات ستنخفض من 30 إلى 40%. وقال زبدي إن الأمر راجع إلى الترخيص للمواطنين باستيراد سيارات تقل عن 3 سنوات وصدور دفتر الشروط الذي سيعطي الضوء الأخضر لاستيراد السيارات. وأوضح زبدي أن هذه الإجراءات التي تمس 3 محاور هامة ستساهم في تسوية وضعية السوق في الجزائر بعد عدة سنوات من توقف الاستيراد، مما تسبب في نقص قدر ب1,000,000 سيارة وارتفاع للأسعار بلغ مستويات قياسية. كما أعرب زبدي عن تفاؤله بخصوص التطبيق السريع لهذه القرارات، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية صادقة من أجل غلق هذا الملف نهائيا. كما أوضح الصحفي المختص في السيارات محمد سعدي أن هذه القرارات ستسمح بعودة نشاطات توزيع وصناعة السيارات في ظرف أشهر قليلة. وتبع يقول إن استئناف هذين النشاطين سينتجان القيمة المضافة والثروة الحقيقية، وكذا آلاف مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة، فضلا عن المساهمة في الخزينة العمومية من خلال الضرائب والرسوم. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين.